السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم النهارده؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبهنا وبصحة وسعادة. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل البسبوسة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومفيش اسهل منها، يعني مفيهاش اي تعقدات خالص. زي ما انتم شايفين كده معانا معلقتين دقيق عادي خالص، ومعانا كوباية لبن، ومعانا حوالي 4 معالق سكر، وكوباية الا ربع سمنه. طبعا معروف نص كيلو دقيق، ومعانا البيكنج باودر، جوزة الهند هنحط لها معلقتين جوزة الهند او 3 حسب، وهنحط لها البيكنج باودر حبه كده. طريقه سهله خالص. هنمسك دول نقلب والدقيق كده اهو. يبقى احنا كده قلبنا المواد الجافه مع بعض. حطينا البيكنج باودر وحطيت الدقيق وحطيت جوزة الهند، هنقلبهم كده مع بعض كده اهو. الخطوه دي معانا سهله قوي خالص اهي زي ما انتم شايفين كده. وهناخد بقى السمنه واللبن والسكر هنحطهم على النار واوريهم لكم دلوقتي. ادي اللبن، ننزل كوبايه لبن وال4 معالق سكر، هنقلبهم دقيقه واحده بقى، هنخليهم اهو مع بعض. انا عاوزاهم بس اللبن السكر يدوب مع اللبن، وانزل بايه؟ بالسمنه. ورايا مساعد الشيف. السمنه اهي حطيناها، هي يا دوب بس تسيح تبقى دافيه مش اكتر اهي معناها اهي. لو في بقى عندك سكر جلوكوز تحطيه، لو عندك شربات وحطاه في التلاجة ممكن تطلعي تحطي منه معلقه. اسمه عسل جلوكوز. عسل جلوكوز. مروان بيقول لي عسل جلوكوز مش سكر، معلش يا ابني. اهي بصي مجرد ما هتسيح معانا بس تدفى بس هي لسه ايه ما ساحتش. لغايه هي ما تسيح كده اهوت هنقول لكم على الشربات. تعالى كده يا مروان. الشربات معروف طبعا، كوبايتين سكر كبار ومعاهم كوبايه واحده ميه ونص ليمونه وحبه فانيليا. وهنسيب معروف شربات بتاع البسبوسه لازم يكون سخن، وهي سخنه على اساس ان الاتنين نحطهم مع بعض. بص اهي هنستنيها بس ايه تفك. هو النار واطيه ولا ايه؟ بس هحط على ان ايه الواطي بس كده. يلا بينا بقى ايه نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هندلق اهو زي ما انتم شايفين كده. يا بركة محمد، لا اله الا الله، كل سنة وانتم طيبين. بسم الله هنقلبها بقى مع بعض. امشي على الطريقة ديت بصراحة هتطلع معاكي بسبوسة وهتشوفوها، يعني مش كده هتطلع معاكي زي ما قال الكتاب. بس البسبوسه برضو ما بتحبش تقليب جامد، يا دوب انا اخلي بس الدقيق والحاجه يشربوا من الايه من اللبن والسمنه، لان معروفه البسبوسه ما بتحبش كده. امشي على الطريقه ديت والله تطلع معاكي بسبوسه زي العسل. عندك بقى ايه الحشو للزواق، يعني عندك سوداني، عندك بندق فستق الحاجات من دي، يعني لو امكن، يعني ما امكنش كلها ساده زي حالتنا كده. ده لو ايه لو في انت عاوز يعني ربنا يبعد اهي. حط جوزة الهند وخلاص. ما احنا حاطين فيها مروان جوزة الهند، حاطين جواها جوزة اهي. واروح بقى ايه اصبها في الصينيه. تعالوا طبعا دهنينها سمنه هي كمان، وهننزل بالخليط فيه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هنزل بقى اسويها دقيقة واحدة بس هسويها وارجع اوريها لكم. اهي زي ما انتوا شايفينها كده انا سويتها اهي. ومروان دلوقتي بيقول لي ايه بدل احنا ما عندناش بندق ولا حاجه كده هاتي بلح وحطيه فيها. فمش عارفه احط له بلح ولا ما احطلهوش. نص بلحيه، نص نحط نص كده بلح والنص التاني ساده. ايه رايكم؟ اعملوا اللي هو عاوزه. ماشي هنعمل له. ماشي نعمل ايه؟
يلا مروان هو بقى اللي ايه هيحط لكم البلح، عشان قلت له لا يا مروان. هو قاعد يقول لي والله هتبقى حلوه بالبلح. طب انا اللي هعمله يا ابني، ما اعرفش، يقول لي انا اللي هعمله. فاهو حط يا مروان البلح. والله اتصرف، يعني اتصرف، ما فيش سوداني، ما فيش عندنا مكسرات. فالراجل اتصرف، حب يغير من شكلها. عرم والله بتبقى سادة بتبقى حلوة، يعني بتبقى سادة بتبقى حلوة. حتى لو عارفة لو حاطين فيها سوداني او مكسرات والله بشيل الحاجة ديت منها. خلاص يا مروان كده. طبعا اهي مروان بقى حطلنا عليها البلح. بقول لكم ايه اهو ايديه بقول لكم حطوا لايك، ويا رب الفيديو يعجبكم. ونص البلحات التانية اكلها. يا رب الفيديو لو عجبكم ما تنسوناش في الاشتراك وفي اللايك وفي التعليق وفي كلمة حلوة. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يا رب يعود عليكم الايام بخير. لسه طبعا هوريها لكم لما تطلع من من الفرن. ده انت تاكل البلح بقى لما تطلع ونسقيها وهنشوفها مع بعض بإذن الله.